اهلا بحضراتكم اعزائي متابعي قناه الاهلاويه، اعظم جماهير لاعظم نادي في الكون. حالا تلقينا خبر ان لجنه الانضباط بالكاف اصدرت قرار بايقاف الحكم الزامبي سيكا زوري اللي ادار مباراه اول اغسطس والترجي التونسي في الدور قبل النهائي لبطوله افريقيا الفائته. فهل حسب اللوائح يتم سحب البطوله من الترجي ونقلها الى النادي الاهلي؟ الموضوع فيه كلام كتير، وللاسف الشديد في بعض المواقع تسرعت في تفسير اللوائح. اصحاب القنوات على يوتيوب نزلوا فيديوهات سريعه وكلها بتحمل عناوين مثيره وكلها بتتلاعب بمشاعر جماهير النادي الاهلي، والكل حاطط عناوين للاسف ان خلاص اللي يقول لك عاجل بطولة افريقيا للنادي الاهلي. طبعا كل ده كلام فاضي، والهدف منه اثارة انتباه المتابعين وتحقيق اعلى نسبة مشاهدة. وعايز حضراتكم تراجعوا الفيديوهات هتلاقي الموضوع ده. طبعا انا بنتمي الى منظومة النادي الاهلي الاعلامية، سواء مجلة النادي الاهلي او قناة النادي الاهلي. انا بتكلم معاكم بحترم عقلية المشاهد والمتابع والجمهور الاهلاوي العظيم، لان انا في النهاية واحد منكم. مش عايزين حد يضحك علينا وحد يفرحنا ويخلينا نهلل ونطبل ونعيش في وهم. لا، احنا عايزين نتفق مع بعض دلوقتي ان احنا نشوف الامر بتروي وهدوء. الفيديو ده عشان خاطر كل اهلاوي يعرف الموقف ايه بالظبط. تعالوا نشوف اللوائح في البداية بتقول ايه. اولا لائحة الكاف اللي معروضة قدام حضراتكم دلوقتي دي، احنا قدامنا 4 نقاط هنقراها مع بعض سريعا ونتكلم في كل بند بهدوء شديد جدا ونتناقش بهدوء. البند رقم 1: إذا تم إبلاغ الكاف بغض النظر عن مصدر البلاغ بأن هناك حالة غش تنتهك الرياضة وتم ارتكابها من أحد الفرق، فإنه يجب التحقيق فيها أو يجب التحقيق فورا. زي ما حضراتكم شايفين، يبقى أول نقطة أي حد يتقدم ببلاغ، مش شرط يكون فريق أول أغسطس ومش شرط يكون النادي الأهلي المتضررين المباشرين في هذا الأمر. في حالة ثبت التأكد من الحالة فإنه يتم اتخاذ التدابير التالية. 2: إذا كان ارتكاب الغش في الدور التمهيدي من المسابقة، وكذلك إذا اكتشفت قبل بداية الجولة التالية، فإن الفريق الثاني يستكمل المسابقة والمذنب يتم استبعاده من البطولة وتعليق مشاركته في بطولات الكاف لمدة 3 سنوات. البند ده ملوش علاقة بالواقعة اللي احنا بنتكلم فيها. يبقى احنا ندخل على النقطة 3، ودي اللي تتعلق بموقف النادي الأهلي أو تهم الأهلاوية. إذا تم اكتشاف الغش بعد بدء الجولة التالية من البطولة، فإن الفريق المذنب يتم إقصاؤه من البطولة لصالح منافسه، كما يتم إيقافه لمدة 3 سنوات عن المشاركة في بطولات الكاف. ده لو في دور ال16 أو في دور ال8 أو في دور قبل النهائي. لو الكلام ده حصل قبل لعب المباراة النهائية بيتم إقصاء الفريق قبل مباريات الدور التالي مباشرة، وبرضو الحالة دي خلاص عدت. نيجي للنقطة 4، ودي نقطة مهمة جدا: إذا كان الاحتيال قد تم في المباراة النهائية وحصل الفريق على لقب البطولة، فسيتم تجريده من اللقب ومنحه للفريق الوصيف مع الإيقاف لمدة 3 سنوات عن المشاركة في بطولات الكاف. هو ده البند اللي احنا بنتكلم فيه، وده البند اللي يلزمنا. إذا كان الاحتيال قد تم في المباراة النهائية، طبعا ده ما حصلش، خلاص المباراة النهائية اتلعبت والفريق الترجي اوريدي خلاص رايح يشارك في نهائيات كأس العالم للأندية في الإمارات. هل في حاجة من الحاجات دي هتتوقف؟ لا، مفيش توقف. خلاص كده الترجي هيشارك في مونديال الأندية، لكن التحقيقات مستمرة ولن تتوقف. إذا ثبت إن الحكم ده تورط في رشوة أو تورط في قضية فساد أو تعمد إن هو يخسر فريق أول أغسطس لصالح الترجي، فطبعا الحكم ده هيبقى عقوبته إيقاف مدى الحياة أو شطبه والموضوع هينتهي وخلاص. لكن فيما يتعلق بحقوق الأندية المتضررة من هذا الموقف، مش هيتعاد مباراة أول أغسطس والترجي، وأيضا بالتبعية لن يتم إعادة مباراة الأهلي والترجي في النهائي.
لكن ايه اللي هيحصل؟ كلنا كنا متابعين المباراه ديت وشفنا فعلا ان حكم اللقاء الغى هدف صحيح تماما لبريميرو دي اوجستو. اللي لائحه الاتحاد الافريقي بيقول انه يجب التحقيق بعد التحكيم ويجب التاكد من الواقعه. يعني مش انا مثلا جيت كده قلت اي حكم من الحكام ادار مباراه لا ده ظلمني بضربه جزاء وكتبت احتجاج يبقى هيتصدق الكلام. لا، لازم يكون في بلاغ عن طريق اي جهه تتقدم بهذا البلاغ للاتحاد الافريقي ويتم التحقق منه من خلال وسائل التحقيق الشرعيه بتاعت الاتحاد الافريقي. واذا تم التاكد من مثلا ان حكم خد رشوه والرشوه دي كانت مصوره عن طريق اجهزه زي تليفون او غيره، ان الحكم ده تم تسجيل ليه ان هو بيقول ان انا مثلا قعدت مع فلان او اي وسيله من الوسائل اللي في التحقيق اللي تثبت وتؤكد تورط الحكم، في هذه الحاله بيتم اتخاذ قرار بشأن المباراة. القرار هنا يتم اتخاذه بسحب اللقب من الترجي. سحب اللقب من الترجي واستبعاد الترجي 3 سنوات، مش ممكن هعيد البطولة تاني، يبقى انا بس اكتفيت بسحب اللقب من الترجي. سحب اللقب بقى، هل هعيد تاني بين الاهلي وبريميرو دي اوجستو مثلا؟ لا، مفيش اعادة ولا اقامة مباريات يمنح اللقب في هذه الحالة للنادي الاهلي. اللي هيحصل حسب تفسيرات لوائح الكاف وزي ما سمعنا من الدكتور طارق الأدور ان البطولة سيتم سحبها من الترجي ونقلها الى النادي الاهلي. الخلاصة في هذا الامر والخلاصة في هذا الموضوع ان الكاف وصلوا بلاغ ان في قضية رشوة وفي قضية فساد. قام الكاف عن طريق لجنة الانضباط باصدار قرار بايقاف الحكم لحين عقد جلسة استماع، ثم بعد ذلك إصدار القرار النهائي. القرار النهائي لسه محدش يعرفه، مش عايزين بقى حد يضحك علينا ويكتب لنا في المواقع أو يقول لنا في فيديو من الفيديوهات على اليوتيوب أو خلافه تجريد الترجي من بطولة افريقيا ونقلها الى النادي الاهلي. كل ده للاسف كلام فاضي. انا مش عايز جماهير النادي الاهلي تجري وراه، ومش عايز جماهير الاهلي حد يتلاعب بمشاعرها، واي حد ما يحترمش عقولنا احنا مش هنحترم عقله ولا هنحترمه من الاساس. المفروض او المنتظر او المؤكد ان ده هيحصل ان ادارة الاهلي مش هتنتظر، لكن اكيد في ناس هتتابع وهيبدأ التحرك من قبل النادي الاهلي، ولابد من تحرك اتحاد الكرة في هذا الاتجاه ايضا، ومتابعة الكاف وتشكيل ضغط على الكاف للوصول للحقيقة. احنا مش عايزين اكتر من حقنا. وعايز اقول لجماهير النادي الاهلي اي جديد في هذا الامر هتابع معاكم وهنقل لكم الصورة كاملة بهدوء شديد جدا وبمصداقية واحترام لعقولكم، ونلتقي دائما على حب النادي الاهلي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.